في فيديو النهاردة هوريكم ازاي تعملوا فخدة ضاني مستوية كويس جدا. شكلها وطعمها وريحتها تجنن، هتشرفكم في اي عزومة تعملوها. انا نسمة ودي قناتي، لو اول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. استخدمت فخدة ضاني 3 كيلو، متشال منها الدهون الزيادة ومتنضفة وكل حاجة. انا كل اللي عملته ان انا عملت فيها الخطوط دي بالسكينة. الخطوط دي بتساعدنا في حاجتين: اول حاجة ان التتبيلة توصل للحمة كلها، تاني حاجة ان هي تستوي كويس في الفرن. وعلشان اللحمة يطلع طعمها حلو ومستوية كويس، من احسن الحاجات اللي ممكن نعملها ان احنا نعمل لها محلول نقع. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هحتاج 3 لتر مية، ربع كوباية من الملح، تلت كوباية من السكر، وهحتاج شوية توابل تدي للمحلول ده نكهة حلوة وريحة كمان حلوة. هحتاج عود قرفة، ورق لورا، حبهان، وفلفل اسود حبوب. هحتاج كمان شرايح برتقان، ودي بتدي نكهة جميلة جدا للحمة والفراخ. هنحتاج ربع كوباية خل تفاح، ولو مش موجود ممكن نستخدم عصير تفاح. هحتاج بقى زعتر وروزماري، اي اعشاب عطرية تحبوها، وفصين توم زي ما هما بالقشر. هجيب حلة صغيرة هنزل فيها بقى التوابل اللي عندي، وهنزل الاعشاب والثوم، الملح والسكر وشرايح البرتقان، وهنزل لتر واحد من المية. هرفع الحلة دي على النار بس لحد ما تغلي. هنحتاج بقى صينية كبيرة او علبة تلاجة كبيرة، اي حاجة تاخد اللحمة اللي احنا عاملينها. هنزل فيها المكونات اللي احنا غليناها، وهزود عليها لترين كمان مية باردة. هزود خل التفاح، وهستنى لما المحلول ده يبرد خالص. ما ينفعش خالص نحط اللحوم في المحلول وهو سخن، لازم يبرد تماما عشان ما يبوظش اللحم. هنزل بقى قطعة اللحمة اللي عندي، هغطيها كويس قوي بالمية. والاحسن نتيجة، اللحمة دي المفروض تفضل في المحلول 24 ساعة. كل ما بتقعد اكتر كل ما بتديكوا نكهة احلى وما بتنشفش ابدا في الفرن. هغطيها كويس وهدخلها التلاجة، وفي نص المدة هقلبها على الجنب التاني. تعالوا بقى نشوف هنسويها ازاي. هطلع اللحمة من التلاجة، هشيلها من المحلول وهنشفها كويس جدا. هحتاج بقى فصين توم، هزود عليهم روزماري، زعتر، نص معلقة صغيرة ملح. ابتدي اطحن المكونات دي لحد ما تنعم خالص. تقدروا تعملوها في الهون او في محضرة الطعام، مفيش مشكلة، لحد ما التوم ينعم بالشكل ده. هزود عليهم بقى 3 معالق كبار زبدة، وهقلب كويس قوي. هزود رشة فلفل اسود، وكده عندكم زبدة منكهة بتدي طعم خطير لأي نوع لحوم. هحتاج ورق فويل، هفرده كويس كده. هفرد طبقتين، وبعدين هحط عليهم ورق زبدة. ما تحطوش اللحمة على طول على الفويل. بعد ما نشفت اللحمة كويس قوي، هبتدي بقى ادهنها بخليط الزبدة اللي احنا عملناه. هتأكد ان انا غطيت اللحمة كلها بالخليط ده. هقلبها على الناحية التانية وهغطيها برضو بالزبدة. بعد كده هغطيها بورقة زبدة تانية، وابتدي اقفل عليها كويس قوي. هقفل اول طبقة، طبقة كمان عكسها، والطبقة التالتة، عشان اكون متأكدة ان مفيش اي سوائل ولا اي بخار يخرج منها، وده هيساعدها انها تستوي كويس قوي. هحتاج صينية بشبكة، هحط عليها اللحمة، وهحط في الصينية مية مغلية. لو حطينا اللحمة على صينية عادية في الفرن، اللحمة بتنشف من تحت والطبقة اللي تحت بتتحرق. احنا عايزينها تستوي على نار هادية خالص من غير ما تتحرق. وهحط الصينية باللحمة بفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 220. هسيبها نص ساعة بس، وبعد كده هدي الحرارة على 180، وبتاخد 4 ساعات. تعالوا بقى نشوف شكلها بعد ما استوت. خلوا بالكم وانتوا بتفتحوا عليها عشان البخار. هي كده استوت تمام. هحتاج بقى 3 معالق كبار عسل ابيض، وهزود عليهم معلقة مية، وهبتدي ادهن بيهم اللحمة كويس قوي، وادخلها تحت الشواية لحد ما تاخد لون. ده شكلها اول ما طلعت من الفرن. تقدروا بقى تقدموها زي ما تحبوا، مع بطاطس بيوريه او خضار سوتيه. انا قدمتها مع رز بالمكسرات، هوريكم الطريقة بتاعته في الفيديو الجاي. بصوا بقى، انا عايزة اوريكم هي مستوية قد ايه. هي اصلا مش مستحملة. بصوا لونها فاتح ازاي من جوه، متحمرة من بره، لونها فاتح جدا من جوه. اللحمة بتدوب، طعمها تحفة، مفيش اي نكهة طاغية على نكهة اللحمة. ودي احلى حاجة تعملوها، جربوها، متأكدة انها هتعجبكم. بس كده. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.